بيبدأ فيلمنا في غابة بعيدة، والغابة دي بيكون فيها نبع الحياة اللي بيجدد العمر وبيرجع الشباب، واللي بيستخدمه بيحصل على قوة كبيرة. وفي الغابة بيعيش كائنات الغابة مع البشر في سلام. في يوم بيجي إنسان بشري وبيطلب من حارس الغابة إن هو يحصل على نقطة من نبع الحياة علشان يعالج بنته الصغيرة من الموت، وبيوافق الحارس وبيديله اللي هو عايزه. بس بعد كده بيظهر الإنسان البشري ومعاه جيش كبير وبيهجموا على الغابة علشان ياخد نبع الحياة، والحارس مش بيقدر عليهم لوحده فبيستدعي أرواح الغابة علشان يهجم عليهم. وفي النهاية الحرب بتؤدي لدمار الغابة، وبعدها كائنات الغابة بتقرر منع دخول البشر للغابة. وبيعدي الزمن وبنشوف الجنية مفكة واللي بتكون محبوبة من كل كائنات الغابة، وبنلاقيها بتساعد كائن مفترس وهو بينقذ ابنه وقع في فخ. وبعدها بتيجي شوية حيوانات بتقول لمفكة إن حارس الغابة عامل اجتماع لكل الكائنات، وبنروح لمدينة البشر واللي بيكونوا عاملين حفلة موسيقية وفيها شاب اسمه لوكاس بيعزف على آلة. وبتيجي عربية فيها بنت اسمها كلينا وبتوزع ورق وبتحدفه على الناس، واللي بيكون إعلان لشغل بمرتب عالي. ولوكاس وهو بيقرا الورقة فجأة بيجي طفل وبيقوله إن عمه ليو تعبان جدا وعايز يشوفه قبل ما يموت، فلوكاس بيروح معاه علشان يشوف عمه. وبتيجي كلينا وبتعرف نفسها على أهل القرية وبتقول لهم إن أبوها الوحيد اللي قدر يدخل الغابة ويعمل صفقة مع حارس الغابة، وطلبت منهم إن هم يدخلوا الغابة ويجيبوا لها ورق شجر معين، ومقابل كده هياخدوا فلوس كتير. بس أهل القرية بيرفضوا لأنهم لو دخلوا الغابة هيموتوا. وبتروح كلينا وهي متعصبة وبتكلم المساعد بتاعها وبتقوله ان هو لازم يلاقي حد يدخل الغابة ويساعدهم. وفي الوقت ده لوكاس بيروح لعمه وبيحاول يلاقي فلوس في البيت علشان يعالجه، بس مش بيلاقي غير مبلغ قليل جدا. وبعدها بيفتكر الورقة بتاعة الإعلان وبيقول لعمه إنها فرصة هايلة علشان يجمع بيها فلوس. وبعدها بيروح لكلينا وبيعرف تفاصيل الشغل، فكلينا بتقوله إن هو يروح الغابة ويدور على ورق شجر معين، وبتعرفه شكله من خلال رسمة. وبنروح لكائنات الغابة اللي راحوا لاجتماع الحارس واللي بيقول لهم ان هو كبر ومش قادر يحرس الغابة اكتر من كده وهو في السن ده، وان هم لازم يعينوا حد مكانه للمهمة ديت. وبنشوف جنية اسمها أمبينا بتتريق وبتقول أكيد الأرواح مش هتختار موافقة تكون حارس الغابة لأنها طيبة جدا ولازم الحارس يكون قوي وشجاع. وبعدها بيروح لوكاس ومساعدين كلينا الغابة وبيحاول الحارس يصطاد حيوان من هناك، بس لوكاس بيمنعه وبيزق البندقية بعيد والطلقة بتطلع في الهواء. بسبب الصوت ده مفكة بتتخض وبتروح تشوف ايه اللي حصل، فبتلاقي قطيع الجاموس كله بيجري ناحيتها وبتقدر تسيطر على قائد القطيع علشان يغير اتجاه سيرهم قبل ما يقعوا في المنحدر. وبتعرف منهم ان في بشر في الغابة، فبتقرر انها تروح علشان تطردهم برا الغابة. لما بتروح بتشوف لوكاس وهو بيعزف وبيعجبها عزفه جدا، ولما لوكاس بيشوفها هي بتستخبى ورا الكائن صاحبها، وهو لما بيشوفه بيتخض وبيطلع يجري وبيخبط راسه في الشجرة وبيغمى عليه. وبعدها بتظهر حيوانات الغابة الصغيرة وبيقولوا المفكة ان هم هينادوا على الجنيات علشان يطلعوا البشري ده بره الغابة، بس هي بتقول لهم ان هو شكله طيب وان هو كمان عزفه حلو، وانهم الاول لازم يعرفوا سبب وجوده في الغابة. لما بيفوق بيقول لمفكة ان هو جه الغابة علشان هو بيدور على شجر معين عشان ينقذ عمه من الموت. وساعتها مفكة بتقوله ان هو فعلا لو صادق هتديله العلاج من غير ما يدور على الشجرة. وبيجي صاحب مفكة وبيهجم عليه علشان هو مش بيحبه، فمفكة بتوقفه وبتقوله ان هم هيساعدوه. ومفكة بتاخد لوكاس وبتفرجوا على الغابة، ولوكاس بيكون مبهور بيها جدا وبالمناظر الطبيعية اللي فيها. وفجأة بيظهر قدامهم حارس الغابة، فصاحب مفكة بياخد لوكاس بسرعة وبيلبسه زي الشجرة علشان حارس الغابة ما يعرفش ان هو بشري. والحارس بيسأل مين ده، فهاش صاحب مفكة بيقوله ان هو ابن عمه جاي بيزوره. فحارس الغابة بيعزم عليه ان هو يحضر الحفلة بتاعت بالليل علشان يعرفوا مين الحارس الجديد. وبنروح لمساعدين كلينا اللي تاهوا في الغابة وبيروحوا ناحية الجنيات وبيسحروهم، فبيقعدوا يجروا لحد ما بيوصلوا لبيت كلينا اللي بتزعق لهم وبتتهمهم بالفشل. فواحد منهم بيشاور على وشها فبتطلع تجري وتبص لنفسها في المراية، وبتحط آخر نقطة من نبع الحياة علشان وشها يرجع شباب تاني. وبتبقى عايزة ورق الشجر علشان تطلع منه مادة تساعدها تفضل شباب على طول. وبنروح للحفلة وبتظهر مافكا ولوكاس وهم في الحفلة، وبينادي الحارس على أرواح الغابة كلهم علشان يختاروا الحارس الجديد.
وبيظهروا أرواح الغابة كلهم، واللي بيختاروا مافكا الحارس الجديد للغابة. وطبعا باقي الجنيات كلهم بيكونوا رافضين. وبتقول جنية اسمها أنديانا إن ده ظلم، وبتروح ناحية لوكاس وبتقول إن ريحته زي البشر، وبتشيل القناع اللي هو لابسه، وبتعمل مافكا نفسها متفاجئة بيه. وبتفضل الكائنات تلاحقه وهو بيجري وهم بيجروا وراه. وبتيجي مافكا بتساعده وبتخليه يروح مع حيوانها لمكان بعيد علشان يعرف يهرب منه. وبتديله ورقة شجر علشان يعالج عمه بيها. وبعد ما بيمشي بتلاقي الناي بتاعه على الأرض وبترجعه سليم تاني بقوتها. وبيروح لوكاس وبيخلي عمه يشرب ورق الشجر المغلي وبيخف وبيرجع أحسن من الأول. بس بنلاقي مساعد كلينا بيبص عليهم من بره وبيعرف ان هو جاب ورق الشجر، وبيروح لكلينا وبيقول لها، فكلينا بتقوله ان هو يراقبه علشان يعرفوا مكان الشجرة. وبنروح لمافكا اللي بتبقى عايزة تروح المدينة علشان ترجع الناي وتخلي لوكاس يعزف لها لآخر مرة. وبتقرر انها تروح وبتغير لون شعرها علشان يبقى زي اهل المدينة. وبنلاقي لوكاس بيعمل لها سلسلة علشان يهديها ويشكرها. فجأة بتظهر مافكا قصاده وبيكون هو مبسوط جدا، وهي بتطلب منه ان هو يعزف لها على الناي، فهو بيقول لها ان هو عنده عرض موسيقي وانها تستنى علشان تشوفه معاه. ولما بتروح الحفلة بتفضل ترقص وبتبقى مبسوطة. ولما بيجي لوكاس ويعزف على الناي بيتغير لون شعرها وجسمها كله بينور. وبتظهر كلينا وبتقول لأهل القرية إنها جنية من الغابة وهما اللي موتوا أهلهم كلهم زمان ولازم ينتقموا منها. وفعلا أهل القرية بيمسكوها ولوكاس مش بيعرف يساعدها. وفجأة بيظهر صاحب مافكا وبيحررها، بس أهل القرية بيحاولوا يحوطوها. وفجأة بيظهر حارس الغابة القديم وبيخوف البشر وبياخد مافكا وبيمشي. وبتيجي كلينا بتاخد سلسلة مافكا اللي وقعت على الأرض وبتاخدها وبتروحها. وبنروح لحارس الغابة اللي بيقول لمافكا ان هو غلطتها زمان ووثق في البشر، وكانت النتيجة ان قوته قلت عن الاول كتير، وان البشر هيتجمعوا ويهجموا على الغابة وهما لازم يستعدوا. وبنروح لكلينا اللي بتاخد لوكاس وبتحبسه في بيتها، وبتقوله ان هو لو معرفهاش مكان الشجرة هتقتل مافكا، وبتديله خريطة علشان يشاور على مكان الشجرة. فبيخاف لوكاس عليها وبيشاور لهم على مكانها. وبعدها بيظهر ان هو مساعد كلينا مش مافكا. طلعت كلينا ملبسة الحارس بتاعها زي مافكا علشان لوكاس يعترف. وبعدها بتقفل عليه الباب وبتفتح انابيب المية علشان تغرقه. وبتروح لأهل القرية وبتحرضهم إن هم يتجمعوا علشان يموتوا كائنات الغابة لأنهم اتسببوا في موت أهلهم زمان. وبيروحوا الغابة كلهم وبيكون معاهم آلة ضخمة جدا وبيحرقوا الأشجار. ولما مافكا بتشوفهم بتستخدم قدراتها السحرية علشان توقعهم، وبتطلع شجرة من الأرض وبتوقف الناس، والشجرة بتربط الآلة الضخمة كمان. بس بتظهر لها كلينا وبتقول لها إنها اتخدعت في لوكاس وإن هو كان جاي الغابة علشان كان عايز فلوس مش عشان يعالج عمه. فبتنصدم مافكا وبتزعل جدا وبتفك كل الشجر اللي مربوط بيهم البشر. وساعتها البشر بيكملوا معركتهم وبيدمروا الغابة كلها. مافكا بتستدعي روح الغضب علشان تعرف تنقذ الغابة، بس حارس الغابة بيحاول يمنعها علشان كده قوتها هتقل ويحصل لها زي ما حصل له زمان. وفجأة بتظهر روح الغضب وبتديها القوة اللي هتعرف تحرس بيها الغابة. وبعدها بيتغير شكلها وبيطلع منها نار بتملي بيها الغابة كلها وبتعرف تبعد البشر. وفي الوقت ده لوكاس بيكون بينادي على اي حد ينقذه من الغرق، وبيجيله الكلب بتاعه ولوكاس بيقوله يروح يجيب اي حد علشان ينقذه. فالكلب بيروح للغابة وبيكلم صاحب مافكا وبيرجع معاه علشان ينقذوا لوكاس، وبيقدروا ينقذوه فعلا. وبيطلع لوكاس علشان ينقذ مافكا وبيعرف ان النار دي هي مافكا وبيكلمها بس هي مش بترد عليه. فبيقرر ان هو يعزف على الناي وكل البشر بيغنوا معاه. وفعلا مافكا بتهدى والنار بتنطفي وبتقع مافكا وبتنتقل لعالم اللاشيء زي ما روح الغضب طلبت منها. وعالم اللاشيء ده هو انها ما يكونش عندها اي مشاعر. ولما بتقع دمعة من عيون لوكاس عليها بتقدر تطلع من العالم ده وبترجع تاني للحياة. وبنشوف كلينا قدرت تروح لنبع الحياة اللي بتستخدم منه كمية كبيرة جدا لدرجة انها بترجع طفلة من تاني. والبشر وحارس الغابة بيتفقوا ان هما ما يحاربوش بعض تاني، وبيرقص لوكاس ومافكا وبيحتفلوا مع بعض في امن وسلام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.